السلام عليكم خواتاتي خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وبصحة وعافية. رجعتكم بالروتين اللي ما نستغناش عليه، روتيني الاسبوعي، ماشي الاسبوعي يعني تاع 10 ايام تاع الخضر اللي يهنيني ويخلي عندي كل الخضرة تاعي في الدار. هذا الروتين معتمداته ملي راني كارية نشري الخضرة تاع 10 ايام هكا باش تسهل عليا المهمة تاع الشراء، ما نبقاش رايحة وجاية. وهكا تاني باش نحدد الميزانية تاعي كل 10 ايام تاع خضرة. شعال دايرت لها 100 ألف. خطرات كيما نقولوا مالف نجيبها قاع 100 ألف خضرة. وخطرات إلا كانت عندي ولا يعني ما كانوش عندي ضياف ولا نجيب قل من 100 ألف يعني، وما تبقى لي هذاك الصرف تاع 26 ألف ولا 40 ألف ولا نخليه للمصروف اليومي. إذا كنتي كارية وميزانية تاعك قليلة، ولا كنتي عائلة صغيرة وتبغي تعتمدي هكا روتين اللي يخرجك ولا اللي راهو مخرجني، أنا دايرة كل 10 أيام 100 ألف تاع خضرة، و100 ألف تاع الدجاج، و100 ألف تاع الفاكهة. سا ديبون. هذيك 100 ألف تاع الخضرة كيما قلت لكم، يا إما نصرفها كاع يا إما ما نصرفهاش. كيما هذه المرة جبت 90 ألف خضرة لأنه 10 أيام اللي فاتت ما كنش كاع شريت خضرة، كانت عندي غير البطاطا سلكتها هاك وهاك وما شريتش الخضرة. لهذا هادو 10 أيام راح يبداو عندي من 30 أكتوبر حتى 10 نوفمبر. لهذا جبت 90 ألف خضرة، يعني جبت بزيادة. ان شاء الله هذه الخضرة تكفيني لي 10 أيام، باسكو راهو جايني ضياف في آخر الأسبوع. كم تعرفوا العطلة تاع برومي نوفمبر راهم جاييني ضياف، يعني غادي ناكل اللي غادي ناكل منها، واللي يبقى غادي نخليه للضياف كيما الباربة، اللوبيا، طوماطيش. ما نش عارفه الا تبقى لي ولا لا. المهم اليوم رانا نهار الاثنين، ونهار الاربعاء ان شاء الله راح يجوني الضياف. فوالا هذه هي الخضرة اللي شريتها. هنايا الباربة لقيتها ب5 آلاف. جبت يعني كي تكونوا توزنوا ما تعرفوش الا شريتو كيلو ولا رطل ولا، المهم كانت تدير ب5 آلاف. جبت الباربة. هنا تاني الشوفلور كان يدير 5 آلاف. جبت زوج ريسان عفوا. شوفلور كان يدير 8 آلاف. جبت راس كرومب تاني كان يدير ب5 آلاف للكيلو. بطاطا جبت تاني الرقيقة والمتوسطة كانت تدير ب5 آلاف. الرقيقة جبتها على جال باش نديرها صوطي نغليها يعني ونعاود نقليها في الزيت. الزرودية كانت تدير 10 آلاف للكيلو. الطوماطيش تاني كانت تدير 10 آلاف للكيلو. اللوبيا كانت تدير 25 ألف للكيلو. فوالا هادو هما اللي جبتهم. كيما البسباس والقورجات وكاع لقيتهم غاليين. القورجات على ما اعتقد كانت 15 ميل ولا قل، ولا البسباس كان يدير 12 ميل. لهذا جبت غير الكرنب والشوفلاغ واللوبيا، هذوكا نديروهم كطبق رئيسية. المهم بعد ما نشري الخضرة تاعي، تعرفوا هذاك الروتين بعد الشراء تبغي تتفي الخضرة تاعك وتنقيها. انا راح نوريكم طريقتي كيفاش نستحفظ على الخضرة تاعي بما انه نشري كل 10 أيام. هنا يعني نقلع في قاع الاوساخ ولا الحاجه اللي ما تكونش مليحه هكا باش ما توسخليش الفريجيدير تاعي. كنت هنا نقيت الشوفلر، هنا الصوره ما كانتش بانت، قلعت له كاع هذوك الجذور تاوعه. وهنايا راني نقي في عفوا هذا في الكرنب هكا. انا يا اللي نروح نشري الخضره باش هكا نكونوا متفاهمين. لانه دائما المراه هي اللي تعرف كيفاش تتصرف، وصراحه فيها تعب بما انه تكوني برا والداخل، لكن محتمه لا غالب شغل. مادام راني كاريه وكاع وميزانيه تاعي تاع المصروف تاع الكوزينه قليله، لهذا شغل انا اللي متكلفه بمصروف تاع الكوزينه، سواء من حيث السلعه ولا الخضره
ولا الفاكهة ولا الدجاج. لهذا أنا نروح نشري. يعني فيها تعب أنك ما بين تكوني في الدار والطياب والغسيل، وخاصة إذا كنتي تربي كما كان عندك غريان صغير، وتروحي تشري وتعاودي تولي تتفي الخضرة تاعك، وراكم تعرفوا. الله يعيننا وخلاص، الله غالب. هذه هي، الحمد لله على كل حال. المهم الله يقدرنا ولا يقدر كل وحدة زوالية ما عندهاش كارية. كما يقول لك الله يرزقنا من فضله الواسع. والحمد لله على كل حال. أنا كاني نهدر هكا يعني مساندة للناس اللي تقول ما عنديش وراني مغبونة، يعني قاعد أنا في وضع كما يقول لك لا يحسد عليه. الحمد لله على كل حال. كما يقول لك ممكن فترة وتفوت. أنا هذا الروتين اللي معتمدة، راني في عامين ولا 3 سنين مقسمة الشهر تاعي على كل 10 أيام. كل 10 أيام نروح نشري الخضر تاعي هكا باش ما نبقاش داخلة وخارجة، ومنها تاني نحدد ميزانية معينة ما لازمش نفوتها. عندي كما قلت لكم 100 ميل تاع خضرة. خطرات نجيبها كامل خضرة، كيما هاد المرة جبت 90 ألف، ما جبتش غير البصل، بقات لي 10 ألاف تاع البصل من بعد نشريه. وخطرات كيما نقولوا نجيب 60 ألف خضرة، تبقى لي هذيك 40 نخليها للمصروف اليومي تاع الحليب والخبز وقع. وكل خطرة وكيفها، يعني كل 10 أيام والبركة تاعها. المهم الوحدة تكون تعرف تتصرف وخلاص. كيفاش نحافظ على الخضرة تاعي؟ بما أنه نشري تاع 10 أيام، عندي هاد العلب تاع الفرماج. كل شهرين كما تعرفوا نشري علبة ونخليهم نستحفظ بهم. يعني نغسلهم وندسهم. كي نجيب الخضرة تاعي ما نمسحها ما والو، نخليها كما راها ونديرها في العلب ونبلع عليها. وقت ما نسحق الخضرة نجبد يعني كيما نقولوا نجبد اللي نسحقه ونرد الباقي في العلب ونبلع عليهم. وهنايا المقطع تاع اللي كنت نقي في الخضرة وندير فيها في العلب تاع الزرودية والطماطيش، يعني الخضرة قاع اللي بقات لي. كانت كنت صورت وتحدف، ما نش عارفة كيفاش ما درتش، ما نش عارفة كيفاش راح. مهم معليش. دائما راكم تشوفوا معايا هذا الروتين كيفاش نحافظ على الخضرة تاعي. المهم هذا هو روتيني تاع 10 أيام. إن شاء الله يكون أعجبكم واستفاديتوا يعني من الطريقة اللي نستعملها وفي الميزانية اللي دايرتها. إذا عجبكم الفيديو، عفوا قبل ما نكمل معكم الفيديو، تاني كنت شريت 95 ألف الدجاج، دوك نوريها لكم. والفاكهة مازال ما شريتش، يعني راهي باقية هذيك راهي باقية 100 تاع الفاكهة. ان شاء الله كي نشري الفاكهة راح نشاركها معكم. نقولكم اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، نقولكم ما تبخلونيش بجيم وما تنسونيش بالاشتراك. وان شاء الله نتلاقوا في روتين اخر، والى الملتقى ان شاء الله.